القرص الطرية على الصبح أحلى هدية. السلام عليكم، أهلا بكم في قناة سمبوسة وبسبوسة. النهاردة هنعمل مع بعض قرص طرية بالعجوة، جميلة قوي، هتعجبكم جدا إن شاء الله، وريحتها جميلة. هنجيب كيلو دقيق ومعلقتين خميرة ونص كوباية سكر ورشة ملح، ونقلب كل المكونات الجافة مع بعض. وهنجيب نص كوباية زيت وعلى زبدة سايحة، نص زبدة ونص زيت، وهنحطهم على الدقيق، ونكون محضرين لبن دافي ونبدأ نعجن. ونحط اللبن بالتدريج، ما بنحطش السائل مرة واحدة علشان العجينة ما تطراش مننا. بالتدريج نحط اللبن ونعجن ونستمر في العجن حتى تصبح عجينة طرية حلوة اسفنجية. هندهن بعد كده البولة بزيت خفيف عشان العجينة ما تلزقش، ونحطها ونسيبها تخمر. بعد كده على ما تخمر هنكون بنجهز الحشوة. هنجيب نص كيلو عجوة على معلقة زبدة وربع معلقة صغيرة قرفة، بتدي ريحة كويسة جدا وطعم جميل. ونبدأ نشكل العجوة كور صغيرة على ما العجينة تخمر. الله على ريحة العجوة بالقرفة، ريحتها حلوة جدا. العجوة اتشكلت، العجينة خمرت، هنطلع من العجينة الهواء ونقلبها. هنبدأ نشكل العجينة كور في حجم الاستفندية كده، مش كبيرة قوي. هنشكلها، شكلنا العجينة كلها خلاص. هنبدأ نشكل، هنجيب النشابة ونبدأ نفرد كل كورة. هنعمل بيضاء، هنعملها شكل بيضاوي كده بالنشابة. وهنبدأ نشكل كورة العجوة وتبقى أصغر من العجينة شوية علشان ما تخرجش العجوة من العجينة وتتحرق معانا. هنقفل بقى العجينة على العجوة بالشكل ده، ما نخليش العجوة باينة عشان ما تتحرقش مننا في السوا. نضغط عليها بعد ما قفلناها عشان ما تفتحش مننا وهي بتستوي. ونضغط عليها بعد التقفيل بالراحة، ونشرطها بالسكينة كده بالراحة عشان العجوة برضو ما تخرجش. هنكون مجهزين الصاج او الصينية دهنينه زيت خفيف جدا، وعندي وش قشطة بقى، ده اللي هيدي الريحة الفلاحي اللي على اصولها. وادهن وش القرص بالقشطة دي، وش لبن كان عندي. وندخل الفرن على الرف الوسطاني ونخلي بالنا من السوا. وهو ده شكلها، الله على الريحة الجميلة. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب. مستنية رأيكم في التعليقات. مع السلامة.